سلام الله عليكم. قناة جزائرية راح تقدم لكم اليوم فيديو رائع بالنسبة لسوبر زيغزاغ. كيفاش نريقليو لا ماشين سوبر زيغزاغ باش نخيطو خياطة كما يقولوا خياطة لجميع أنواع الأقمشة في ريقلاج واحد. نريقليوها بهذا الريقلاج وخيطي على روحك. عندنا الحاجة الأولى نديروها الكابل هدايا، الجهة اللي فيها لو فيد من الفوق هي الجهة العلوية، أما الملساء تجي من تحت في الكوتي تاع لا ماشين في الجهة اليمنى. هنا هادو لي زيكسيسوار نستعملوهم جاو مع لا ماشين، نستعملوهم باش مثلا كيما هنايا الإبرة، أنا نستعمل إبرة رقم 18 القماش الخشن والجين كالجين والسكاي. أما الإبرة رقم 14 نستعملها في أنواع الأقمشة الرقيقة الأخرى. هنا نركبوا الإبرة ديالنا الجهة البومبي بيان سور نديروها اون فاس، توجور تكون اون فاس لينا، ونركبوها ونزيروها مع هذاك البرغي. هنا هادو انواع الدواسات اللي جاو مع لا ماشين ديالنا، هادو لي تورنيفيس وهادوما البوبينه وهذيك اللي نقيو بها لا ماشين. هنا نعمروا لا بوبين ديالنا. راني حابه اليوم نخيط معكم نوع القماش البيزو الرقيق والبيزو المطاطي ولا بوبلين في ريغلاج واحد. هنا عمرنا لا بوبين ديالنا صاي، نجيبو نركبو الخيط تاعنا. هنا الحديده هذيك الخيط يجوز وراء، ماشي وراء الحديده، يجي اون فاس الحديده. هنا تبعوني مليح كيفاش راني ندير الخيط ديالي، يروح يجوز من هذيك الحديده اللي من هيك، ومن بعد يجوز يحبط للجهه التحتانيه، ثم نطلعوه ونحبطوه في هذوك عباره عن البراغي. نركبو الخيط ديالنا نورمال عادي، سبق ورأيناه في الفيديوهات السابقه كيفاش نركبوه. هنا ركبت الإبرة الخيط في الإبرة. نهضروا شوية على لاكانات نجيبوا لابوبين ديالنا باش نركبوا لاكانات. حنا نعرفوا بلي لاكانات هذيك لو كان يحصل فيها شوية خيط راح دير لنا مشاكل، يولي يتكمش الخيط، يولي تجبد من الجهة التحتانية ولا من الفوق. اذا نفتحوا مليح، نرخيو هذاك البرغي تاع لاكانات، نرخيوه مليح كما راكم تشوفوا هكذا بهذاك البرغي، نرخيه مليح، ثم ننظف البوبينه لاكانت ديالي ونعاود نزيرها. شوفوا خياتي هنايا ما حبيتش تحبط لابوبين، حب يقول راهي مزيره بزاف. حنا نرخيوها شويه هكذا راهي صالحه للاستعمال. كي تكون ديروا لها هكا شويه بالخيط تحبط وحدها، اذا راهي هكاك راهي مليحه. نركبوا البوبينه ديالنا لاكانات في الماشينه. شوفوا هنا خياتي، هنا لازم حتى تحكم بلاصتها مليح، هذاك المسمار لازم يدخل مليح ويتركب ويحكم بلاصتو. هنا البنات نركبوا الكوفخي تاع لا ماشين. هنا شوفوني واش راني ندير، نزيد نحي هذيك لابالات هذيك نحيها، نفيريفي اسكو هذيك لي بولون هذوك تاع اسمها الاسنان راهي مرخيه ولا مزيره. نزيدو نزيروها مليح مليح، هذوك البراغي نزيروهم باسكو كي تكون مرخيه تولي لا ماشين الاسنان ما يتجبدوش القماش. نريقليو هنا دوكا باش نخيطو. نديرو النفده في رقم 3، نديروها في ادروات، ونديرو لا طونسيون ديالنا بين 4 و5. هنايا هذا هو الأهم والمهم. شوفوا رخيوه كومبليتمون، ثم زيروه كامل، زيروه ثم طلعيه دوريه كما راكي تشوفي فوالا، ونحبطوه بهذه لا بوزيسيون كيما شفتي. ديري برك الخطوات اللي راني درتهم وعاودوا الفيديو بليزيور فوا باش تفهموا مليح. الآن نخيطوا عادي في القماش البوبلين، نجربوا قماش البوبلين. شوفوا كيفاش خيط خياتي، خيط رائع. فوالا نروحو نجربو دوكا البيزو، نديرو بوان داغي ونخيطو عادي. دوكا نجربو على البيزو الالاستيكي. شوفوا خياتي هنايا كيفاش خيط، والله واو بدون تعب وما تعبك. شوفي هذا البيزو هذاك الرقيق الفا. الان نروحو نديرو المطاطي، نخيطو القماش المطاطي، بيزو مطاطي هذا واعر
في لا ماشين. شوفوا كيفاش راني ندير. هنا راني نخيط ونشوف اسكو تخيط لي. واو مانيفيك. هنا خيطت لي في البيزو الرقيق، في المطاطي، في البوبلين. تما هاد الريكلاج ديريه في عينيك واستحفظي عليه وتبعي مليح الخطوات هذوك اللي درتهم، جد مهمين و تري امبورطون يعني النصائح هذوما. وعاودي لا فيديو بليزيوغ فوا باش تفهمي. فوالا الآن نجيبو هنا نخيطو كيما راكم تشوفوا هنايا خيطنا عادي كيما راكم تشوفوا. ها قماش نفدة شابة ما كاش تبربيش. هنا نحو الدواسة العادية ونديرو السرفالة. راني حابة نزيد ندير معكم بهذا الريكلاج، ما توشي حتى عفسة، خليها كيما راهي. وشنو شوفي واش راني ندير. رجعيها النفدة رقم 2 باش ديري السرفالة. انا ندير السرفالة برقم بحرف او، ما نديرش بالاف العريضة، انا ندير بالاو، لان الاو تجي مواتي مواتي كيما نقولوا، مليحه، ما عريضه ما رقيقه ما صغيره النفده. شوفوا هذيك الدواسه تاع السرفيلاج ركبناها، حطينا القماش تحتها نورمال عادي، درنا بوان داغي، ثم نساعدها غير شويه هكا كيما راكم تشوفوا بيدي نساعدها ونخيط ونسرفل ونشوفوا كيفاش تخرج لنا السرفاله. شوفوا البنات بدون تعب تخيط عادي. والريكلاج هذا خليه كيما راهو، تخيطي به دروات والسرفالة وكل أنواع الأقمشة. وإن شاء الله نكون أفدتكم بهذا لا فيديو، وأي سؤال أو استفسار ولا نجاوب خياتي في لي كومنتير. وبلا ما نوصيكم اشتركوا في هذه القناة، لأن هذه القناة هي قناتي الجديدة جزائرية، وبدلت لها الاسم لأن القناة القديمة وصفات موني طبخ خياطة جمال هذيك قديمة، ما قدرتش نريكيبيرها مالوغوزمون. وان شاء الله نكون كيما يقولوا وفيت لكم في هذا الفيديو، ولا بروشان ان شاء الله. واشتركوا في هذه القناة، وما تنسوش الفيديو تاع كيما يقولوا المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله تعالى راني رايحة ندير لكم فيديوهات تفيدكم بالبزاف هكذا خياتي. وتهلاو واشتركوا في القناة. ونقول لكم يعني الإنسان كي يخدم ويتعب ويثابر يستحق كما يقولوا، ولما لا. هنا شوفوني واش راني ندير خياتي. هنا بدلت الدواسة، هذه الدواسة خاصة بلا فيرميتور. كي نحبوا نخيطوا لا فيرميتور نديروا نبدلوا لا بوزيسيون تاع الإبرة. الإبرة باغ اكزومبل ديروها في التالي منها هكا، الجهة اليمنى أو اليسرى كيما تحبوا خيطوا. نقول لكم اتهلاو في روحتكم، وإن شاء الله نكون أفدتكم. وسلام.